عبد الستار. عرفه وجوه الجول، جوه الجول. عرفه السيد واثق من نفسه كده وبيسجد لربنا بيشكره عرفه السيد. ولسه شريف مدحت واضح كده عليه التركيز. شريف مدحت حارس مرمى بترول اسيوط. محمد مختار بقى بيستعد للوقوف في المرمى. محمد مختار وهنشوف رقم كام، اعتقد 17، اعتقد عمر فايم اللاعب المغربي. عمر فويم اللاعب المغربي رقم 17 على التنفيذ. عمر وركله الجزاء الثانيه لبترول اسيوط. عمر واضح ان هو مش حاططها في مكانها مظبوط ولا ايه. في ركلات الجزاء كده 2 الجونه و1 بترول اسيوط و5-4. عمر ومختار. عمر لاعب البترول. عمر جوه الجول، حطها بذكاء، حطها بدهاء هذا اللاعب المغربي عمر فويم. وكده 2-2 في ركلات الترجيح. الركلات الصعبة، ركلات المعاناة، حطها بذكاء. واضح انه واثق من نفسه كده هذا لاعب عمر فويم. زي ما نركز على هذا اللاعب شريف مدحت حارس مرمى بترول اسيوط برضه واضح عليه التركيز جدا شريف مدحت. محمد عاشور الادهم لاعب فريق الجون على التنفيذ. عاشور الادهم وركله الجزاء الثالثه لفريق الجونه. التعادل 2-2 في ركلات الترجيح. عاشور الادهم وشريف مدحت. عاشور لكن جوه الجول عاشور الادهم. يا سلام عليك يا ابني، حاطط خبره السنين في الكره اللي فاتت عاشور الادهم وحاططها حلوه جدا زي ما اشدنا ايضا بركله عمر فويم. لابد ان نشيد بركله عاشور الادهم. 3 الجونه 2 فريق بترول اسيوط. ولسه الركله الثالثه لفريق بترول اسيوط اللاعب رقم 4 خالد عبد الرازق لاعب فريق بترول اسيوط رقم 4. كان عمل مباراة حلوة هذا اللاعب مباراة اليوم خالد عبد الرازق في خط ظهر فريق بترول اسيوط. خالد عبد الرازق وحارس المرمى محمد مختار هو حارس مرمى فريق الجونة في المرمى. خالد عبد الرازق لاعب بترول اسيوط. خالد ومختار هيعمل ايه الراجل؟ خالد عبد الرازق ومختار بيصدها محمد مختار. بيتألق محمد مختار ويصد الكرة الراجل. بيصد الكرة الراجل محمد مختار حارس مرمى فريق الجونة. كده النتيجة 3 الجونة 2 فريق بترول اسيوط او 6-5 لو حطينا ال3 اهداف اللي كانوا في المباراة لكل فريق. شريف مدحت وبيركز هذا الحارس شريف مدحت مش عايز يكون حد احسن منه. بالتأكيد بيفكر ان زي ما محمد مختار صد الكرة عايز هو كمان يصد الكرة. واعتقد رقم 20 احمد عثمان هو اللي على التصويب. احمد عثمان بليا على التنفيذ اللاعب رقم 20. احمد عثمان وشريف مدحت. بليا وشريف. احمد عثمان وشريف مدحت وصدها شريف مدحت. يتألق فيها شريف مدحت زي ما تألق قبلها الحارس محمد مختار. يتألق الحارس شريف مدحت. يا جماعه يا سلام على المباراه حلوه في وقتها ومباراه حلوه ايضا في ركلات الترجيح. يا جماعه يبقى كده بيضيع احمد عثمان ركله الجزاء الرابعه ورايح اللاعب رقم 26 معتمد محسن. كده فريق الجونة 3 فريق بترول اسيوط 2 في ركلات الترجيح. 3-2 لان لسه دي ركله الجزاء الرابعه لفريق بترول اسيوط. معتمد محسن رقم 26. معتمد ومحمد مختار. وجوه الجول ويبقى كده 3-3 في ركلات الترجيح.
3-3 في ركلات الترجيح كده 3-3. ولسه بقى ركلة الجزاء الخامسة لفريق الجونة. ركلة الجزاء الخامسة لفريق الجونة. أنا أعتقد نور السيد هو اللي هيلعبها. أعتقد نور السيد هو اللي واخد قرار التصويب ركلة الجزاء الخامسة لفريق الجونة. كده النتيجة عندنا 3-3. كان أهدر خالد عبد الرازق لبترول أسيوط وأحمد عثمان بليا لفريق الجونة. كانت ركلة الجزاء الثالثة للبترول وركلة الجزاء الرابعة لفريق الجونة. نور السيد على التنفيذ. نور السيد لاعب فريق الجونة كان عامل مباراة حلوة جدا هذا اللاعب أيضا نور السيد رقم 14. نور السيد وشريف مدحت. نور وشريف وركلة الجزاء الخامسة للجونة. نور وشريف وحطها وجوه الجول نور السيد. نور السيد ركلة الجزاء الخامسة. وكده النتيجة 4 فريق الجونة 3 فريق بترول أسيوط. ركلة الجزاء اللي جاية هي ركلة الجزاء الخامسة لفريق بترول أسيوط. لاعب البترول هنشوف بس الأول اللاعب رقم كام. اللاعب رقم 19 هو زكريا محمد. لو ضيعها هنقول مبروك للجونة، لو سجلها هنلعب ركلة وركلة. زكريا محمد لاعب فريق الجونة السابق والمعار حاليا لفريق بترول أسيوط من الجونة. زكريا ومختار هل هتكون ركلة جزاء الحسم؟ لا لسه هنلعب ركلة وركلة. حطها زكريا محمد. هنلعب ركلة وركلة، ضربة جزاء وضربة جزاء. صامويل أوكران ضربة وضربة. مستمرين مع حضراتكم حتى نهاية هذا الماراثون الطويل، ماراثون ركلات الجزاء. مباراتنا النهارده مباراة بترول أسيوط والجونة في دور ال16. الفائز بهذه المباراة هيلعب مع الزمالك. صامويل أوكران صامويل وشريف مدحت. صامويل الجونة، شريف مدحت حارس مرمى بترول أسيوط. صامويل أوكران وشريف مدحت. صامويل وجوه الجول صامويل أوكران. طبعا رأس أفريقية وفرحة أفريقية بعد الكرة. وصامويل أوكران بكده 5 الجونة 4 بترول أسيوط. ومستنيين ركلة الجزاء السادسة. هنشوف بقى مين اللي هيلعبها من بترول أسيوط. والله يكون في عونهم، الله يكون في عون لاعبي الجونة ولاعبي البترول النهارده. أعتقد إنه عاصم صلاح رقم 32 هو اللي هيلعب الكرة فعلا. عاصم صلاح لو ضيع الكرة هنقول مبروك للجونة، لو سجلها هنلعب ركلة وركلة وضربة. عاصم ومحمد مختار. عاصم صلاح لاعب البترول ولكن جوه الجول. يعني الراجل فرحان مفيش كلام. كده 5-5. هنشوف ركلة الجزاء السابعة مين اللي رايح. اعتقد ده الهلالي، ابراهيم الهلالي وشريف مدحت. تركيز باين على شريف مدحت، تركيز باين على ابراهيم الهلالي. وهنشوف ركلة الجزاء السابعة لفريق الجونة. ابراهيم الهلالي وكل اللي في الملعب يا جماعة حتى رجال الشرطة الكل مركز مع ركلات الجزاء مع ركلات الترجيح. ابراهيم الهلالي وشريف مدحت. ابراهيم الهلالي وجوه الجول. عنده ثقة الراجل اثناء التصويبة وجوه الجول. كده ركلة الجزاء السابعة. كده 6 الجونة 5 بترول أسيوط. هنشوف مين اللي هيلعب من بترول أسيوط. محمد مختار حارس مرمى الجونة، لو صد الكرة دي يفوز الجونة. شوقي فتحي رقم 14. شوقي فتحي على التنفيذ هو اللي هيلعب ركلة الجزاء السابعة لفريق بترول أسيوط. محمد مختار حارس المرمى هيقف الراجل طبعا بالتأكيد، وانا متوقع ان محمد عبد المنصف ومحمود عاطف الاثنين بيساندوه الان. وادي شوقي ومحمد مختار، وحطها الراجل حطها شوقي فتحي. كده 6-6 في ركلات الترجيح و9-9 في الاهداف في المباراة حتى الان. هنشوف بقى مين اللي هيدخل من الجونة.
اعتقد كده عمرو، لا ولا شوقي السعيد. شوقي السعيد، شوقي السعيد رقم 4، واحد من نجوم فريق الجونة الموسم الماضي. شوقي السعيد داخل على ركلة الترجيح او على ضربة الجزاء. شوقي السعيد وامامه حارس المرمى شريف مدحت، كان بيلعب في نادي الشمس وانتقل من نادي الشمس لنادي الجونة، كان رايح الزمالك ولكن انتقل للجونة. شوقي السعيد، شوقي السعيد وشريف مدحت، وركلة الجزاء رقم 8 للجونة. شوقي وشريف، شوقي السعيد، شوقي السعيد وحطها شوقي السعيد، حطها شوقي السعيد. يبقى كده النتيجة 7-6. راجع شوقي السعيد طبعا اكيد فرحان. شوقي السعيد سعيد بعد ما سجل ركلة الجزاء. هنشوف بقى اللاعب رقم 20 اشرف عرب. اشرف عرب لاعب فريق بترول اسيوط، على التنفيذ على التصويب. اشرف عرب كان سجل الهدف الثاني النهارده في الدقيقه 28 من الشوط الثاني. اشرف عرب رقم 20، وهدوء في المدرجات. واشرف عرب ومحمد مختار، اشرف عرب ومحمد مختار، وصدها محمد مختار. يتألق الحارس محمد مختار ويهدي الفوز اليوم الى فريق الجونة. محمد مختار كان سد ركلة الجزاء الثالثة من خالد عبد الرازق، وبيصد ركلة الجزاء الثامنة من اشرف عرب. مشاهدينا الكرام، نقول مبروك لفريق الجونة النهارده، وهارد راك لفريق بترول اسيوط. تحيات اسرة الوحدة رقم 18، وتحيات الزميل المخرج حسام الدين منصور.